طبعا نتكلم في حته الاداء، الاثنين بيجوا بنفس المعالج السناب دراجون 7 جين 4، لكن الاداء الفعلي في الفيفو في 70 بيلعب لك ببجي على 60 فريم، ودي الصراحه حاجه مستغربه جدا، لان انا لما فتحت ببجي على اوبو لقيت ان اوبو بتلعب ببجي على 90 فريم. فزي ما قلت لك برضه في نقطه لما جيت راجعت الفيفو مراجعه كامله، بالمناسبه انا هسيب لك مراجعه الاوبو رينو 15 والاوبو او الفيفو في 70 تحت في الديسكربشن، خش اتفرج عليها لو انت عايز تتفرج على المراجعه كامله لكل تليفون. فنرجع لمرجوعنا، لما جيت صراحه فتحت اللعبتين لقيت ان اللعبتين في فيفو بيلعبها زي ما قلت لك على 60 فريم وبيلعبها على 90 فريم، برغم ان المعالج واحد، بل بالعكس اصلا فيفو فيها اداء اسرع في الذاكره، جايب ذاكره اليو اف اس 4.1 ورام اسرع في فيفو. فالصراحه انا مستغرب جدا، ما تعرفش بقى التعاون بين شركه فيفو وشركه بابجي ما فيش بينهم تعاون، فعشان كده المعالج مش بيديك اقوى حاجه. ولكن ما علينا، هم اصلا الاثنين مش مخصصين للالعاب. يعني انت لو شخص جيمنج وعايز تلعب وبتفتح تليفون، فاصلا لا فيفو هيبقى اختار الامثل بالنسبه لك ولا حتى اوبو. ولكن في المهام اليوميه والاداء الخفيف منه، الموبايلين دول هيقدموا معاك اداء ممتاز جدا وهيبقوا ممتازين جدا معاك. وفي الرندره لو انت مثلا بتحب تعمل فيديوهات كده بسيطه للسوشيال ميديا بتاعتك او الكلام ده، الرندره هتبقى معاك كويسه جدا. لكن زي ما قلت لك، لو انت جيمنج وعايز بس تستخدمها في الالعاب، فالاصلا الاختيارين دول مش هيبقوا احسن بالنسبه لك. ولكن انا كلمتك في حته الالعاب دي عشان ما تتفاجئش وتفتكر ان عشان نفس المعالج يبقى الاثنين بيلعبوا نفس الفريمات على ببجي. لا بالعكس، الفريمات هنا تختلف جدا، ودي حاجه علامه استفهام. ولكن زي ما قلت لك، هي المنطق الوحيد للتفسير النقطه دي ان شركه ببجي مش عامله تعاون رسمي مع شركه فيفو، ولكن في خلاف كده الاثنين ممتازين جدا في الاداء وهيدوك نفس الاداء تقريبا. بل بالعكس، اصلا فيفو متطور في بعض الحاجات زي نوع الذاكره ونوع الرام الاسرع، لكن خلاف ذلك التليفونين ممتازين جدا وما لهمش اي غبار.